فيلمنا بيبدأ يا اخواتي ببويكا وهو بيسأل نفسه سؤال وبيقول تخيل تبقى وحش ملوش كتالوج عايش عشان تكسر في عظم اللي قدامك وتبني مجدك بدم الناس، وفجأة تلاقي ان الضربة اللي قضيت بيها على خصمك هي الضربة اللي كسرت روحك من جوه وخلتك تدور على غفران في بلاد غريبة. قبل ما نبدأ فيلمنا انا بطاقة ودي صفحتي فيلم في التصبيرة، ما تنسوش تتابعوني وتبعتولي على الفيس ويلا بينا نخش في الفيلم. الحكاية بتبدأ مع بويكا الراجل اللي ملقبينه بالراجل الكمال في القتال. بويكا يا جماعة مش مجرد ملاكم، ده مكنة فرم بشرية، انسان آلي متبرمج على حاجة واحدة بس، ان يخلوا اللي قدامه في عاهة مستديمة دايما مغيبب. الفيلم بيفتح معانا وهو في اوكرانيا بيلعب في تصفيات عشان يوصل للبطولة، البطولة الكبيرة اللي موجودة في أوروبا، حلم عمر بويكا اللي ضحى عشانه بكل حاجة حتى بصحته. بويكا دخل الحلبة ووشه مكرمش كالعادة وعينه ما فيهاش غير الغل اللي يخلي أي حد يفكر ألف مرة قبل ما يبدأ يقرب منه، وكأنه بيقول لخصمه أنت مجرد عقبة في طريق للنجومية. بيبدأ الماتش من غير مقدمات، بويكا نزل رزع في الخصم اللي قدامه فيكتور. فيكتور ده كان شاب غلبان باين عليه انه بيحاول يثبت نفسه عشان لقمة العيش، بس حظه الفقر وقعه مع بويكا. وفي يوم الوحش بتاعنا مش طايق نفسه، بويكا ما سماش عليه، اكله علقة محترمة حرفيا، حركات طايرة في الجو وركلات بتكسر الضلوع وصوت خبطات بويكا كان ليه رنة مرعبة في قلب الصالة كلها. بويكا قعد يضرب ويضرب لغاية لما فيكتور وشه ما بقاش في حتة باينة. يعني يرضيك يا بويكا اللي بتعمله ده؟ الراجل جاي ياكل لقمة عيش ويصلح سنانه تقوم انت مخليه ياكل التراب ويفقد الذاكرة؟ الموضوع وسع منك على الاخر يا بويكا، دي يا ابني حلبة مش مجزرة. بويكا في لحظة من لحظات الغضب الاعمى اداله الضربة القاضية الشهيرة بتاعته، ركلة خلفية لفت حوالين رقبة فيكتور ووقعته مغمى عليه قبل ما يلمس الارض. الجمهور كله قام يصرخ ويسقف للوحش اللي ما بيخسرش، وبويكا واقف في نص الحلبة بيستعرض عضلاته كأنه ملك الغابة. الماتش خلص وبويكا دخل يغير هدومه في غرفة الملابس وهو حاسس خلاص انه بقى ملك العالم وخلاص اوروبا بتنادي عليه. بس فجأة الهواء الساقع دخل المكان والخبر نزل عليه زي الصعقة من المدرب بتاعه بيقول له فيكتور مات يا بويكا وهو في طريقه للمستشفى. وهنا بويكا يا اخوانا حس بالندم، اللي في قلبه كان حجر انهار تماما، وكأن الضربة اللي قتل بيها فيكتور ردت عليه في صدره هو. الروح اللي طلعت دي كانت بسببه، والحلم اللي كان بيسعى بقى كابوس مش مفارق خياله. بويكا بدأ يحس ان اللعنة بدأت تطارده وان السجن اللي كان فيه زمان كان اهون 100 مرة بكتير من السجن اللي ضميره حطه فيه. فضل يسأل نفسه هو المجد ده يستاهل ان اكون قاتل؟ بويكا ما كانش بيدور على بطولة بعد اللحظة دي، كان بيدور على غفران، كان عايز يدور على اي حاجة تريح قلبه، اي حاجة تريحه من صوت صرخة فيكتور اللي عماله ترن في ودنه كل ما يغمض عينيه. بويكا راح للكنيسه قعد قدام القسيس وبدا يحكي له وهو مكسور وساله السؤال اللي هيغير حياته كلها، هو ربنا هيسامح واحد اتغر انا بدم الغلابه ابونا؟ بويكا عرف من تحرياته ان فيكتور ده ما كانش لوحده، كان عنده زوجة اسمها ألما موجودة في روسيا، والست دي دلوقتي عايشة في جحيم بسببه. ومن هنا بويكا أخد قرار انتحاري، ساب كل أحلامه في البطولة وقام ضارب باسبور وقرر يدخل روسيا وهو عارف إنه مطلوب أمنيا هناك، ممكن يرجع السجن في أي لحظة لو راح هناك. صاحبنا وصل للقرية اللي فيها ألما ولقى حالتها تصعب على الكافر، الست دي مديونة لواحد من أخطر رجالة العصابات اللي موجودة في روسيا، والراجل دوت اسمه زراب ومشغلها خدامه في مالها ليلي مشبوه عشان تسدد ديون جوزها اللي بويكا نفسه هو اللي قتله. بويكا وقف بعيد يراقبها وكانه حاسس ان جبال العالم كله موجوده فوق كتافه. راح لها مالها الليلي ما كانش قادر يبص في عينيها ويقول لها انا اللي قتلته، فمثل دور ان هو صاحب جوزها وقال لها انا كنت صاحب جوزك وجيت عشان اساعدك باللي اقدر عليه. الما كانت بتبص له وهي شاكه فيه وقلبها كان مقبوض من الراجل اللي مليان ندوب دوت، بس الفقر والظلم خلاها تقبل المساعده من اي حد. وبويكا قرر ينهي الموضوع من جذوره وراح لزراب على طول في مكتبه. زراب ده بقى نوع تاني خالص من البشر، راجل ملوش لا غالي ولا عزيز وبياكل حق الناس عيني عينه. بويكا قال له بلهجه وهو واثق في نفسه انا هلعب لحسابك في الحلبة السرية بتاعتك والمقابل انك تسيب ألمة في حالها وتمسح كل الديون اللي عليها. زراب بص لبويكا وضحك ضحكه خبيثه كانه لقى كنز وقع عليه من السماء وقال له انا موافق يا بويكا، بس انت ما تعرفش ان الحلبه ديت عندي ما فيهاش قوانين واللي بيقع ما بيقومش. يا بويكا يا حبيبي انت داخل لزعيم عصابه روسي وبتقول له عايز اساعد الست؟ انت فاكر نفسك في رحله مدرسيه؟ ده زراب ده بيفطر رصاص وانت داخل له بصدرك المكشوف كده وبتقول له شغلني معاك، الموضوع هيفلت منك يا وحش وهتلبس في الحيط. وهنا يا اخواننا بويكا بدأ الماتش بتاعه في الحلبة السرية
الأسطورية بتاعت زراب، بس المرة دي ما كانش بيلعب عشان المجد، كان بيلعب وهو جسمه كله أوجاع وركبته القديمة اللي اتكسرت في الأجزاء اللي فاتت بدأت تزيق وبدأ يفتكر آلام الماضي. بويكا فاز في أول ماتش بصعوبة، بس وهو خارج شاف حاجة خلته يتجمد مكانه. ألما كانت واقفة ورا الستارة وشافت بويكا وهو بيضرب بنفس الطريقة اللي مات بيها جوزها، وبدأت ملامح الصدمة تترسم على وشها وكأنها بدأت تربط الخيوط ببعضها. وهنا بويكا خرج من الحلبة ودمه سايل على وشه، لا ألما واقفة وبتبص له وهي خايفة. نظرة ست بدأت تفهم ان الراجل اللي قدامها ده مش مجرد صديق قديم لجوزها، ده في سر وراه. بويكا حاول يهرب بعينيه منها، بس ألما قفشت في خناقه وسألته السؤال اللي كان بيهرب منه: انت مين يا بويكا؟ وجوزي مات ازاي لو انت صاحبه؟ وهنا يا اخوالنا بويكا لسانه اتعقد وما كانش قادر يقول لها ان انا اللي رزعت جوزك الضربه اللي خلصت عليه، وقام بص لها كده وقام ساكت. والسكوت في اللحظه ديت بيبقى اعتراف صريح بالجريمه. يعني يا بويكا كل العضلات دي ومش عارف تطلع كذبه بيضه؟ ما كنت تقول لها انه مات وخلاص باي حاجه؟ لا طبعا، لازم الدراما تمسك فينا، والموضوع وسع منك يا وحش. والست كشفتك. الما عرفت الحقيقه قلبت عليه وحش كاسر، بصت له بقرف وقالت له: انت فاكر ان دم جوز رخيص؟ انت لما تيجي هنا وتلعب ماتشين هتمسح كل اللي انت عملته؟ بويكا كان واقف قدامها زي العيل الصغير اللي انضرب قلم على غفله. الوجع اللي في قلبه كان اقوى بكتير من الوجع بتاع ضلوعه المكسوره. ما كانش في وقت للحزن لان زراب الواطي كان محضر له مفاجاه تقيله. وهنا زراب لقى ان بويكا بالنسبه له بيضه ذهب والمراهنات عليه وصلت للسماء. ناداه وقال له: بص يا بويكا، انت كسبت اول ماتش، بس الما لسه مديونه، وعشان تمشي حره لازم تلاعب التوأم. التوأم دول يا اخوانا كانوا اتنين اخوات اسمهم كولوف، طول الواحد فيهم نخله وعرضه بوابه، بيلعبوا مع بعض في وقت واحد. يعني بويكا المفروض يواجه 4 ايدين و4 رجلين في حلبه مفيش فيها رحمه. بويكا دخل الحلبه وهو مكسور نفسيا بسبب ألمة وجسديا بسبب ركبته اللي بدأت تزيق عليه. وبمجرد ما الجرس ضرب التوأم نزلوا في هبد من كل ناحيه، وبويكا كان عمال يتمرجح، واحد يشيله من وسطه والتاني يرزعه بوكس في وشه. الجمهور كان بيصوت وزراب كان بيعد الفلوس بدم بارد. يا دكتور بويكا، يعني انت رايح تلعب اتنين مع بعض وانت ركبتك ماشيه ببركه ربنا؟ ده ظلم يا ابني والله. فين الحكم؟ فين اليونسكو؟ الموضوع بقى في ذمة الله خالص. وسط الضرب دوت بويكا شاف ألما وهي واقفة وسط الجمهور، كانت بتبص له، بس المرة دي ما كانش كره، كانت بصت شفقة وخايفة على بويكا. بويكا استجمع قوته وقال لنفسه: لو ما متش هنا مش هعرف اعيش مع نفسي تاني. ومن غير مقدمات بويكا عمل حركة انتحارية، سند على الحبل وطار في الجو زي الصقر، ولبس الاولاني برجله جابت اجله، ولف للتاني بحركة خنق سريعة خلاه يرفس تحت ايده لغاية ما استسلم. بويكا فاز بالمستحيل، بس هو نازل من الحلبة لقى زراب بيضحك ضحكة شيطانية ويقول له: مبروك يا بطل، بس لسه فاضل ماتش واحد، الماتش النهائي ضد كوشمار. وبمجرد ما نطق الاسم دوت الصالة كلها سكتت وكأن ملك الموت دخل المكان. بويكا رجع للأوضة بتاعته وهو حرفيا بيفرفر، جسمه كله كدمات وركبته بقت قد البطيخة. وفوق كل دوت نظرات ألما اللي بتطارده في خياله. في اللحظة دي دخلت عليه ألما. بويكا كان مستني منها كلمة تانية تموته، بس هي قالت له جملة واحدة هزت كيانه: انت بتعمل كل ده ليه؟ الموت مش هيصلح اللي انكسر. بويكا بص لها وعينه مرغرغة وقال لها بصدق: انا مش بعمل دوت عشان اصلح الماضي، انا بعمله عشان اشتري لك مستقبل. اهربي يا ألما اول ما الماتش يبدأ. يا بويكا يا حبيب قلبي، الست بتقول لك كفاية وانت مصمم تلعب دور البطل. طيب انت لو مت ألما يعني هتعمل ايه؟ هتروح تصرف على نفسها منين؟ الموضوع بقى محتاج عقل مش عضلات يا وحش. وجي وقت الماتش الكبير، الصالة اتملت لاخرها وزراب كان لابس اشيك بدلة عنده في الدولاب وكأنه بيحتفل ان بويكا هيتدمر النهارده. فجأة الانوار اتطفت وظهر كوشمار. يا ساتر يا رب، ده مش بني ادم يا جماعة، ده دولاب لحم بشري، دبابة محقون بكل انواع الهرمونات لغايه ما عروقه بقت طالعه زي التعابين، وطوله يخلي بويكا يبان جنبه كانه ميداليه مفاتيح. كوشمار دوت مسجون في قفص حديد وعليه حراسه كانه وحش مفترس مستني الاشاره عشان يبدا. واول ما الجرس ضرب كوشمار هجم من غير مقدمات. بويكا حاول يتحرك بس ركبته خانته. في اول ثانيه كوشمار مسك بويكا من رقبته بايد واحده ورفعه للسماء وكانه بيوري الجمهور العصفوره قبل ما يذبحها. رزعه في الارض هبده. الهبده ديت خلت بويكا يطرش دم. بويكا حاول يقوم بس كوشمار كان بينزل عليه بمرزبه مش بايد يا اخوالنا. يعني يرضيك يا دكتور زراب الظلم دوت جايب واحد وزنه طن يضرب في بويكا اللي ماشي بدعاء ربنا؟ دي مش رياضه، دي عمليه اعدام على الهوا. فين الروح الرياضيه؟ فين التموين؟ الموضوع وسع منك خالص يا صاحبي. بويكا كان في المستخبي بيحاول يلاقي ثغره بس كوشمار كان مقفل عليه كل الزوايا. الضربه اللي بعدها كانت في صدر بويكا خلت ضلوعه تزيق، وصوت الكسر اللي سمعناه في اخر الصاله
بويكا وقع والجمهور بدأ يصفر، وزراب نزل صباعه لتحت بيشاور لكشمار وبيقول له خلص عليه. وبويكا في غيبوبة الوجع يا اخوانا شاف صورة فيكتور اللي مات بسببه، كأنه بيقول ده تمن الغرور يا بويكا. بويكا غمض عينيه واستسلم للموت، بس فجأة سمع صوت صرخة وسط الزحمة دي، كانت صوت ألما صرخت وقالت قوم يا بويكا ما تخليهمش يكسبوا. الكلمة دي كانت زي شحنة كهرباء ردت الروح في جسم بويكا الميت. بويكا فتح عينيه وشاف كشمار وهو جاي يهجم عليه بدبشة. في اللحظة دي بويكا عمل حاجة ما كانش حد يتخيلها، بدل ما يهرب دخل في حضن الوحش واستخدم وزن كشمار ضده ولف حواليه زي التعبان، وبدأ يضرب في نقطة ضعفه الوحيدة، الركبة المحقونة من الشيطان. الضربات بقت سريعة، تات تات تات، بويكا بقى بيطير في الهواء وكأنه ملوش وزن، ورغم الألم كان بيضرب بكل غل السنين في كشمار. بدأ يترنح، الوحش بدأ يتهز والصالة كلها قامت على رجليها. بويكا مسك رقبة شكمار في حركة خنق انتحارية، والاتنين وقعوا بره الحلبة على الترابيزات. ووسط المعمعة ديت والخشب اللي اتكسر، ايد بدأت تتحرك. زراب كان واقف وماسك سيجارة مستني يشوف جثة بويكا، بس الصدمة كانت لما لقى بويكا هو اللي بيقوم. وبويكا قام وهو بيعرج وجسمه عبارة عن لوحة مرسومة بالدم، وبصوا الكشمار اللي كان غايب عن الوعي تماما وكأنه جبل اتهد. بويكا بص لزراب وبصته كانت بتقول خلصت يا واطي، ألما بقت حرة. ايوه كده يا بويكا، قمت من الموت زي الزومبي عشان تنكد على زراب. يعني يرضيك يا زراب تبقى بايع وشارف الناس وتفتكر ان مفيش حد هيحاسبك؟ الموضوع وسع منك قوي وهتتحاسب دلوقتي كاش يا صاحبي. بويكا كان فاكر انه بمجرد فوزه الموضوع انتهى، بس زراب الندل طلع مسدس من ورا ظهره ووجهه ناحية ألما. وبويكا في اللحظة ديت ما كانش عنده ملي ثانية يفكر، رغم كسوره ورغم الجروح اللي في جسمه ورغم ركبته اللي بتصرخ، هجم على زراب زي الصعقة اللي نازلة من السماء، رزعه بوكس في فكه خلى اسنانه تتوزع في الصالة، وبدأ يديله علقة محترمة، مش عشان بطولة ولا عشان مجد، ده كان بيطلع غل السنين اللي عاشها وهو بيأذي الناس. رجالة زراب بدأوا يضربوا نار، وبويكا سحب ألمة واستخبوا ورا حاجز حديدي وهو عمال بينزف، والرصاص كان بيخبط في كل حتة والمكان اتحول لساحة حرب. بويكا قال لألمة اجري يا ألمة ما تبصيش وراكي. ألمة بصت له وهي بتعيط وقالت له انت هتعمل ايه؟ بويكا ضحك ضحكة مكسورة وقال لها انا هعمل اللي كان المفروض يتعمل من زمان. بويكا خرج من ورا الحاجز وهو بيعرج وبكل شجاعة واجه رجالة العصابة وخلص على زراب بضربة في مقتل خلته يلف حوالين نفسه وبقى جثة نايمة على الأرض. في اللحظة ديت الشرطة الروسية وصلت وحصرت المكان كله. بويكا ما كانش عنده طاقة يهرب ولا كان عايز يهرب أصلا. بويكا قعد على الأرض وسند ظهره على الحلبة اللي كانت شاهدة على موته وعودته للحياة. ألما قربت منه وبصت له في عينيه، والأول مرة بويكا ما لقاش في عينيها كره، لقى فيها غفران. حطت ايديها على كتفه وكانها بتقول له خلاص يا بويكا الحساب اتصفى. بويكا غمض عينيه وهو بيسلم نفسه للشرطة، والمرة دي وهو رايح السجن ما كانش رايح وهو حاسس بالظلم، كان رايح وهو حاسس انه بقى حر لأول مرة من يوم ما دخل الحلبة. وبعد شهور بنشوف بويكا في الزنزانة قاعد بيصلي وبيتدرب، بس وشه كان هادي ونفسه طويل. دخل عليه العسكري واداله جواب كان من ألما. الجواب كان فيه صورة ليها وهي بتدرب أطفال في مدرسة فنون قتالية، وهي فاتحة بفلوس بويكا ومكتوب تحتها شكرا يا بويكا لأنك خليتنا أصدق إن في خير في العالم. يعني يا بويكا دخلت السجن تاني عشان تريح ضميرك، والله أنت راجل برنس. بس يا ريت المرة الجاية لما تعوز تساعد حد ابعت له حوالة بريدية بدل ما تكسر عظم نص روسيا وتدخلنا في الحوارات دي كلها. الحكاية خلصت يا جماعة، بس السؤال لسه موجود، هل فعلا الفعل الكويس بيمسح الفعل الوحش؟ وهل بويكا فعلا لقى الغفران اللي بيدور عليه، ولا السجن هو مكانه الطبيعي؟ عايز اسمع رأيكم في الكومنتات. ولو كنتم مكان بويكا كنت هتضحي بنفسك عشان ست جوزها مات بإيدك؟ وكان معكم أبو طه من صفحة فيلم في التصبيرة. يلا سلام.